السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه، هاخدكم في منطقه جميله قوي قوي ومن غير فلوس ومن غير اي حاجه. ماشي، بصوا الجمال. بس قبل اي حاجه بصوا احنا فين هنا. بصوا ده طريق الغرام، ده طريق الغرام. قدام كده على طول بوابه الغرام، واحنا هنا قدام مصيف هليوبلس. ماشي، بصوا المكان جميل قد ايه. تقدري بقى تنصبي الشمسيه والحاجه بتاعتك وتقعدي انتي والاولاد في مكان فاضي. في ناس هي ناصبه. تعالوا نخش جوه شويه اوريكم المكان عامل ازاي. بصوا اياد وايهاب واساف. بصوا في ناس اهي جايبه الاكل بتاعها وبتطبخ عادي جدا. بس الفكره بقى ان الاولاد ما يتسحبوش طبعا من الحته اللي مفتوحه دي ما بين الصخور، لان البحر عالي طبعا النهارده وفي نوه جامده. بصوا الاجواء جميله جدا. احنا بقى قلنا نعمل مغامره النهارده، هنحط الشنطه بتاعتنا كده. معانا شنطه صغيره اهي، والشبكه بتاعت اياد هسيبها كده زي ما هي على الرمل، وهنبتدي بقى ايه نتمشى كده قدام بقى زي ما انتوا عارفين. اياد تعالى هنا ما تخشش، تعالى لو اتسحبت مش هعرف اجيبك. نخلي بالنا بقى من الاولاد. انا عندي ايهاب متهور شويه، متهور جدا، ما بيعقلش تصرفاته خالص. هنتمشى كده واوريكم الاجواء عامله ازاي. بصوا الاجواء حلوه قوي. يا سيف انا هقعد هنا على الصخر ده كده، هقعد على الصخر وابلي رجلي بس. بصوا جميله قوي. بصوا يا جماعه، بصوا الحته دي جميله ازاي. ايه يا هاب، اعمل لهم باي باي بقى، اعمل لهم باي باي. بحر جميل بس غدار، موجة عالية وفي نوة شديدة. بصوا جميلة اوي 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 يا جماعة. بصوا من هنا حاجتنا، احنا حاطين شنطة صغنونة، الناس قاعدة اهو بتعمل اكلها وطبخها. الاجواء جميلة اوي. بصوا يا جماعة الاجواء فظيعة، الاجواء جميلة اوي اوي. لو جيتوا هتتبسطوا خالص. بصوا تعالوا، بصوا بقى الاجواء جميلة اوي يا جماعة. بصوا البحر جميل جميل. بصوا ارتفاع الموجة، ارتفاع الموجة كبير اوي 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 اوي. عمالين يغسلوا في الشباشب، ولو الشبشب ضاع منهم في الموجة مش هيعرفوا يجيبوه تاني. هطلع بقى شويه لان بصوا ارتفاع الموج عامل ازاي. يا رب نرجع سالمين غانمين يا خرابي. بصوا المنظر، ارتفاع الموج عالي قوي، ارتفاع الموج عالي رهيب. انا هطلع، يلا كده نطلع سوا. بصوا الشلال ده. والله يا جماعه يعني ربنا يرزق الجميع وجعلها كده اجازه سعيده عليكم ان شاء الله، وترجعوا بالف سلامه. بس مطروح عايزه فلوس، يعني هي مطروح للاسف عايزه فلوس، عايزه فلوس مش قليله. يعني انت ابسط حاجه حتى لو هتركبي مواصلات، لو 3 افراد هتروحي مثلا الشاطئ ب 45، الفرد ب 10. بس انت عشان تنزلي شارع اسكندريه هتاخدي الميكروباص هيبقى عامل في حدود 5 جنيه، فعندك 5 و10 15 للفرد. شوفوا انتوا كام فرد مثلا. لو انتوا 3 هيبقى 45 رايح 45 جاي، يبقى كده 90 جنيه. عندك 90 جنيه وعندك دخول الشاطئ الغرام التذكره ب 80، ومش هينزلك مش هينزلك حتى الاطفال. اقصى حاجه لو طفل مثلا 5 سنين مش هيحسبهولك، انما بعد كده هيحسبهولك. فشوفي انه يوم هيكلف له في حوالي اقل حاجه 400 جنيه اقل حاجه.
ده بس مواصلات وتذكره الشاطئ. فشوفي بقى انت كمان الاكل والشرب بقى فاهماني، والميه اللي هتدفعيها خلال اليوم. شوفي بقى العيال طلباتهم ما بتخلصش طول ما هم قاعدين في الشاطئ، طلباتهم ما بتخلص. كأنهم في الجنه بقى جايين يحققوا احلامهم في الاسبوع بتاع المصيف. فلا مطروح هتتكلف، والاسبوع بتاعك هيتكلف. عشان كانت في واحده كاتبه تعليق بتقول 3000 جنيه يكفوني في الاسبوع. لا للاسف والله مش هيكفوكي خالص في الاسبوع نهائي نهائي للاسف. كانوا هيكفوكي زمان لما كان الجنيه بقيمته، انما دلوقتي للاسف لا، مش هيمشي الكلام ده. تعالوا بقى الف لكم الكاميرا وافرجكم على الاجواء. هي ايه الريحه دي؟ صح، في حاجه ميته في البحر، في ريحه وحشه قوي. الحته دي بالذات حاجه ميته، سمك ميت، بس هي حاجه بحريه ميته. احنا ما شفناش حاجه بس الريحه جامده، رغم ان في رياح هوا شديد، بس في ريحه مش مظبوطه. صخور، في ناس ناصبين اهو شمسيه بصوا احنا ما اكدبش عليكم عشان الميزانيه طبعا وكده، فاحنا كنا كانت الساعه خلاص 4، فالصراحه استحرمنا يعني ندفع 5 في 80. 5 في 8 بكام؟ 48 يا 480 جنيه. وكنا جايين اصلا شاطئ الغرام في حدود الساعه، اللهم صل على النبي، في حدود الساعه بتاع ده 4، فاستحرمناها بيني وبينكم يعني. فقلنا لا نتمشى كده في الحتت المفتوحه دي، عمرنا ما دخلناها، ونشوف الاجواء كانت عامله ازاي وكده. بصوا الاجواء جميله قوي. اياد محتفظ قوي بالشبشب بتاعه، مش عارفه ليه، متمسك بيه حتى هو بيعوم. تعالوا هنا.